ده الشكل النهائي بتاعي اهو زي ما احنا شايفين. ريحتها وهمية، طعمها هيبقى رائع. يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. النهارده في مطبخ فاطمه هنعمل الكبد والقوانص بتاعه الفراخ بطريقه جميله ولذيذه، وكل مكوناتها موجوده في البيت. كتير مننا بيقرف من موضوع الكبده دون او بيفضل كبده الفراخ عن الكبده البلدي، بس ما بيعرفش ازاي يطلعها بحرفيه الكبده بتاعه بره. تعالوا نشوف مع بعض، وقبل ما نشوف المكونات والطريقه بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. يلا بينا على المكونات. المكونات زي ما احنا شايفين، القوانص بتاعت الفراخ اهي مقطعه حتت صغيره، ولو تلاحظوا انا عملتها بملح وخل وغسلتها وصفيتها خالص خالص لغايه لما اتصفت، وبعد كده رحنا نقلها في الطبق. نفس الكلام بالنسبه للكبده بتاعت الفراخ برضو، ومعاها القلب قطعتها حتت صغيره زي ما انتم شايفين، نضيفه زي الفل اهو. وعندي توم مدقوق وحته زبده، وهقول لكم ليه الزبده، وورق لورا وبصل متقطع. ولو تاخدوا بالكم تقطيعه البصل زي ما احنا شايفين، لا ناعم قوي زي بتاع البانيه ولا هو كبير قوي، وانا قصدي اقطعه التقطيعه دي عشان منها يستوي كويس ويبان برضو في الكبد والقوانص. عندي فلفل اخضر وقرن كده حامي قطعته، وفلفل الوان. تعالوا بقى بينا نشوف يلا الطريقه مع بعض وهتتبسطوا بيها قوي. وكمان طبعا انا نسيت اقول لكم، عندي التوابل بتاعتي الثوم البودره والبصل البودره والفلفل والملح وشويه بهارات كده من اللي بحطها على اللحمه. فيلا بينا نبدا الطريقه مع بعض. هنقول تاني مكونات عشان ما نتلخبطش نحس الموضوع كبير. ادي عندي الكبد والقوانص، بصل متقطع قطع صغيره، فلفل اخضر والوان والفلفل الاخضر حامي ورومي، وتوم مدقوق. طبعا الكبده يعني توم على طول، توم وبصل، فشويه توم محترمين كده، حته زبده كويسه بيضه او صفرا زي ما تحبي. وعندي التوابل بتاعتي ورق اللورا وشويه البهارات بتاعتي والملح والفلفل اللي احنا لسه قايلين. هنحط شويه زيت في الطاسه، شويه زيت كويسين. تمام. طبعا انا ما قلتش زيت في المقادير، بس انا بحب اعمله بزيت مش بسمنه علشان ما يبقاش الكبد والقوانص مدهننه ساعه ما اجي اكلها. عشان كده بحط حته الزبده في الاخر، وهنشوف مع بعض. هستنى لما الزيت يتقدح واقوم نازله بالقوانص الاول. طبعا بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس، واخدين بالنا. طبعا خلي بالكم من حاجه، انه هي دلوقتي مش منزله حاجه والزيت نظيف، علشان انا سبتها تصفى كتير جدا. يعني عايزه اقول لكم ان انا غسلتها بملح وخل وشطفتها وسبتها تتصفى من اول ما نزلت الولاد المدرسه، ودلوقتي يعني فات مثلا 3-4 ساعات اهو ابدا اشتغل. فانا كنت قصدي اعمل ده عشان بحب تبقى الزيت اللي هي فيه نظيف، ما يبقاش نزل القوانص نزلت ميتها الغامقه في الزيت. على فكره لسه ما حطيتش لا ملح ولا فلفل ولا بصل ولا اي حاجه، وبامانه ريحتها تحفه. انا من اكتر الناس اللي بتعرف لما يكون الاكل ريحه بالذات لو كبد والقوانص، بس بجد بجد عشان كده بقول لكم مهم قوي انها تتصفى كويس قوي، وبعد كده تحطيها في الزيت الاول قبل البصل. وما جربوا بنفسكم هتعرفوا ان مش كلام، بامانه ريحتها تحفه. كده هي خلاص شوحت كويس جدا. هنزل بالبصل بتاعي، هنحط الملح والفلفل طبعا ما دام حطيت البصل. طبعا الحياء بيبقى على حسب ما انتي حابه، او اللي بيعمل حابب الحياء يكون ايه. الاول انا حطيت الملح والفلفل ولسه ما حطيتش بقيه الحاجات. نقلب كويس قوي. نخلي بالنا احنا كده عندنا حتتين، اولا ان انا بحمر في زيت مش في سمنه، ثانيا بحط الاول القوانص. طبعا انا هحطها قبل الكبده ولما تدخل في السوا احط الكبده، دي معلومه معروفه، لان القوانص بتاخد وقت اكتر من الكبده بكتير جدا. لكن المهم ان انا احط القوانص قبل البصله والثومه. شايفين لونها فاتح ازاي وجميل. هستنى لما البصله تدبل سنه مش تغمق، واقوم نازله بالثومه على طول. متنساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس، ورايكم بجد بجد بيفرق معايا. بفكركم بان تعليقاتكم بجد بتفرق معايا.
واي اقتراحات منكم لاي اكله انتوا عايزينها حطوها وانا اعملها لكم بمنتهى البساطه. كده البصله عندي دبلت فرت شويه اهي. هنزل بالثومه ريحه وهميه يا جماعه بجد ملهاش حل. كده اهو اللون اصفر بتاع الثوم والبصله، والقوانص اهي خدت اللون بتاعها برضو الجميل. هنزل بعد كده بباقي التوابل اللي عندي اللي هي البهارات والثوم والبصل البودره، عشان ازود سنه ميه مغليه بعد كده اللي هي يا دوبك ايه تسوي الكلام ده. انا مولعه على الكتل عشان اغلي ميه تقلبتين كده، وهنزل بالميه المغليه بس مش كتير، يا دوبك اللي هي تسويه على البخار لما اغطيها. طبعا ملاحظين لا حطيت ورق لورا ولا زبده ولا فلفل ولا الكبده، يعني كل اللي عندنا دلوقتي قوانص وبصل وثوم وتوابل، مش اكتر من كده. اولا لمعلوماتكم برضو الفلفل الاخضر بحب احطه في الاخر خالص، او اخضر الوان يعني، بعد ما كمان الكبده تكون دخلت السوا خلاص، علشان يفضل لونه ونكهته جميله في الاكل. ورق اللورا بحط مجرد ورقه كده بس بعد ما بقفل عليها مع البخار تدي النكهه، ونفس الكلام الزبده. فدول عشان كده بحب احطهم في الاخر. كده الدنيا بقت زي الفل، نديها فرصتها كده اقل من دقيقه وننزل بالميه المغليه، وهنشوف مقدار الميه قد ايه. اديها تقليبه واغطي عشان القوانص تدخل السوا. يا الريحه اللي تجنن وتهبل، مش ممكن، مش حاسه ان انا بعمل كده بقوانص اصلا. هننزل نغطي بقى دلوقتي عشان نغطي عليها. ادينا فتحنا اهو كده عليها كده، خلاص القوانص بدات تقول انها هتستوي. فهقوم نازله بيه الكبده الاول بتاعتي. متخيلين شايفين منظره هي نيه ازاي؟ ده بقى لما تستوي بقى، والريحه وهميه بجد. على فكره هي كده القوانص ما غابتش برضه، يعني هنا بتاع تلت ساعه بس مولعين عليها وبعدها ضفنا الكبده. يعني الموضوع برضه ما بياخدش وقت لو حابه تعمليه عشوه سخنه وانتوا قاعدين قدام التلفزيون بالليل ولا حاجه. قبل ما اغطي بقى عشان تاخد الوضع بتاعها، اقوم حاطه حته الزبده بتاعتي، اقلب كويس لغايه ما تسيح، وبعدها اقوم حاطه ورق اللورا ومغطيه شويه برضو عشان تستوي. ممكن ازود سنه ميه مغليه عشان انا حاسه ان هي كده خلاص ايه اتشربت كل ميتها. طبعا مش ناسيه الفلفل الاخضر، بس افضل ما احطوش دلوقتي، او الفلفل عامه اخضر والوان. طبعا عشان مقطعه فلفل حامي مع الخضار فمش حاطه شطه، بس لو حابه تحطي شطه تمام، يعني بيحبوا مشطشط قوي حط شطه كمان، هي الشطه الحمراء. انا كده هزودها سنه ميه مغليه برضو، ولعت على الكتل تاني، وبعدها احط اللورا واقوم مغطيه عشان تستوي على البخار بتاع الميه. هنحط سنه صغيره قوي، وراميه كام ورقه بتوعي. انا قصدي ما احطهمش مطحونين، ممكن لو عندك مطحونه وتحطيها في وسط التوابل من الاول ماشي، بس انا بحسها كده بتدي نكهه اكتر بصراحه. انا كده هوطي عليها واغطي، ولما تبقى خلاص هطفي اقوم نازله الفلفل. هنزل بالفلفل بتاعي، بحب احط ليه بقى فلفل احمر او الوان مع الفلفل الاخضر، علشان طبعا انا الكبده مش بحط لها طماطم، فبحس ان الفلفل الاحمر بيدي لون كده جميل للاكل يعني.
طالما مش هحط طماطم عشان ما يبقاش الموضوع قلب بقى حاجات مسبكه، فبحط الفلفل ده بيدي لون وطعم جميل قوي يعني. على فكره انا حطيت الفلفل لما خلاص عارفه ان انا دقيقه بالظبط هغطي عليها، فانا هغطيها دلوقتي ودقيقه او دقيقتين وهنص عليها ونشوف جمال المنظر. ده الشكل النهائي بتاعي اهو، زي ما احنا شايفين طريقة ازاي مستوية، لان انا مقطعها صغير. ريحتها وهمية، طعمها هيبقى رائع. اتحداكم ان انتوا يعني مش هتبطلوا ان انتوا تعملوها ليكوا وللولاد. طبعا مع رز ابيض تمام، مكرونة، عيش بلدي، عيش فينو، كل اللي انتوا عايزينه. بألف هنا وشفا ليكم، ومستنية تعليقاتكم ورأيكم. ما ننساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس، لان دعمكم دايما بيفرق معايا. ألف هنا وشفا ليكم.